كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الدخول في باب المفاوضات مع حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لضمه بداية من الموسم المقبل. وأكد المصدر أن إدارة الزمالك قدمت عرض للشحات بقيمة 35 مليون جنيه في الموسم على أن يحصل على 50% مقدم تعاقد مع الفريق. وأوضح المصدر أن الزمالك عرض على الشحات إلغاء نسبة المشاركة في عقده ويحصل على قيمة عقده كاملا بنسبة 100%. وينتهي عقد الشحات مع الأهلي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي بدون العودة لمسؤولي الأهلي. ولم يجدد الشحات للأهلي حتى الآن بسبب الخلافات مع الإدارة الحمراء على بعض بنود التعاقد بين الطرفين، وهو ما جعل الأمر معلق حتى الآن. ويمتلك الشحات في جعبته عرضا من الدوري السعودي وبراتب كبير، لكن اللاعب لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن. وفي نفس الوقت تشير الأخبار إلى أن مسؤولو النادي الأهلي وضعوا حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خانة إلياك أمام العروض الخليجية المغرية التي تلقاها خلال الأيام الماضية. وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الساعات الماضية شهدت تطورا كبيرا بشأن ملف حسين الشحات بعد موافقة النادي على زيادة راتب اللاعب ليتقاضى 14 مليون جنيه تزيد في كل موسم بعقد يمتد 3 سنوات، بالإضافة إلى استثنائه من بندي نسبة المشاركة. وأوضح المصدر في تصريحاته أن مسؤولي الأهلي تواصلوا مع حسين الشحات بعد انتهاء مشاركته بمعسكر منتخب مصر، وأكدوا له موافقة النادي على تلبية مطالبه تقديرا لمجهوداته مع الفريق طوال مدة عقده، بالإضافة إلى تلقيه عروض مغرية من لخليج.